السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم نشرة أخبار حزب التحالف الوطني المصري، حيث تناول سيادة النائب محمد خالد القاضي موضوع لمقالته بعنوان رمز التغيير الإيجابي والمساند للغريمات في مصر. في مجتمع يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، يأتي دور الأفراد والمؤسسات المجتمعية للمساهمة في دعم الفئات المستضعفة والمهمشة. وفي هذا السياق برز دور الشاب المصري محمد القاضي الذي استطاع أن يجمع حوله فريقا من المحامين المتطوعين للدفاع عن الغريمات في خطوة تعكس التزامه العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النساء المتضررات. تحديات الغريمات في مصر. الغريمات في مصر هن نساء أجبرن على الدخول في ديون لم يتمكنوا من سدادها، مما أدى إلى مواجهة العديد منهن للسجن والتهميش. وهذه القضية تمثل أحد أهم التحديات الاجتماعية التي تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع المدني والقانونيين. دور سيادة النائب محمد القاضي في دعم الغريمات. محمد القاضي الشاب الطموح والناشط في المجال الاجتماعي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المشكلة، بل قام بتوجيه نداء للمحامين في مختلف أنحاء الجمهورية للانضمام إلى مبادرة تطوعية للدفاع عن الغريمات، والتي لاقى هذا النداء استجابة واسعة، حيث انضم أكثر من 62 محاميا في مختلف المحافظات متعهدين بتقديم الدعم القانوني اللازم لهؤلاء النساء. العمل دون تبرعات. من أبرز جوانب هذه المبادرة هو أنها تمت بالكامل دون أي تبرعات مالية من أي جهة أو فرد. محمد القاضي وفريق المحامين المتطوعين اعتمدوا على جهودهم الشخصية وإيمانهم بأهمية القضية دون الحاجة إلى جمع التبرعات. هذا الأمر يعكس التزامهم الحقيقي تجاه قضية الغريمات ورغبتهم في تقديم المساعدة بكل نزاهة وتجرد. تأثير المبادرة على المجتمع. هذه المبادرة لم تقتصر على تقديم الدعم القانوني فقط، بل امتدت لتشمل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الفئات المستضعفة. المبادرة أسهمت في تحسين حياة العديد من النساء اللواتي كنا يفقدن الأمل، وأعادت لهن كرامتهن وحريتهن، كما أنها وجهت رسالة قوية إلى المجتمع بأن هناك دائما أمل في تغيير إذا تضافرت الجهود. التطلعات المستقبلية. محمد القاضي وفريق المحامين المتطوعين لديهم خطط طموحة لمواصلة هذا العمل الإنساني، فهم يسعون لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق جديدة وزيادة عدد المحامين المتطوعين، كما يطمحون للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لتقديم حلول جذرية لمشكلة الغريمات. وفي الخاتمة، ما قام به محمد القاضي يعد نموذجا يحتذى به في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي. إنه تجسيد للإيمان بأن التغيير يبدأ من الفرد، وأن المساهمة في حل مشكلة المجتمع هي مسؤولية جماعية، ومبادرات كهذا تزرع الأمل في قلوب المحتاجين وتبني مستقبلا أفضل لنا جميعا دون الحاجة إلى تبرعات أو دعم مالي خارجي، بل فقط بالإدارة والتعاون. ودمتم سالمين، وانتظرونا في كل ما هو جديد داخل أروقة حزب التحالف الوطني المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.